تسببت الأسعار المرتفعة في لبنان بعرقلة عمل المهربين على الحدود، خاصة على صعيد تهريب المحروقات. فلأول مرة منذ سنوات تشهد الحدود تراجعاً ملحوظاً في تهريب البنزين والمازوت، وذلك بسبب موجات الارتفاع المتواصلة. وبحسب آخر الأسعار بلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بسعة 20 لتراً 2,131,000 ليرة لبنانية. أما في سوريا فيصل السعر إلى 85 سنتاً لكل لتر، ليكون الفارق قرابة 23 دولار لكل 20 لتراً، أي أكثر بنحو 6 دولارات من التسعيرة السورية. بالتالي تراجعت الجدوى التجارية لتهريب هذه المادة تحديداً، لأن العملية لم تعد تؤمن هامشاً مغرياً كما في السابق. وهذا يعني أن الضريبة رغم انعكاسها السلبي على المستهلك اللبناني ساهمت عملياً في تقليص واحدة من الثغرات التي كانت تغذي الاستنزاف نحو الخارج. إلا أن ذلك لا يعني أن الظاهرة انتهت، إذ قد ينتقل النشاط غير الشرعي إلى مواد أخرى ما زالت تحتفظ بفوارق سعرية أو بطلب أعلى عبر الحدود. وأي تبدل جديد في سعر الصرف أو في تسعير المحروقات في لبنان وسوريا قد يعيد خلق الأوراق سريعاً.